أين اختفت بطوط نصر الفرفوشة؟ وإيه موضوع سفرها لوحدها من غير جوزها اللي عامل ضجة على السوشيال ميديا ده؟ وإمتى هترجع نادية الخولي من شهر عسلها؟ ويا ترى هل ليها علاقة باللي بتمر بيه بطوط؟ وإيمان صاحبة بطوط نصر بتقطع إجازتها وبتؤكد على احتياجها للدعم في الوقت اللي اختارت فيه إنها تكون لوحدها. في الفترة اللي فاتت حصلت مشاكل كتير قوي بين البلوجرز، وأكبرهم كانت مشكلة الانفصال ما بين بطوط نصر ونادية الخولي. والقصة بدأت من وقت كتب كتاب نادية الخولي زي ما كلنا عارفين، وزي ما قلنا قبل كده في فيديو سابق عن تفاصيل المشكلة من أولها لحد ما اتخاصموا خالص. ونادية الخولي من بعد فرحها وهي مختفية ظهوريا على السوشيال ميديا كلها ومش متفاعلة زي الأول، وبتنزل كل فين وفين ستوري كده. منهم ستوري طلعت وكتبت فيه أنا لسه مش عايزة أرجع للسوشيال ميديا دلوقتي، وده طبعا معناه إنها اختارت تقضي شهر العسل مع جوزها بعيدا عن السوشيال ميديا. وفي نفس الوقت بطوط نصر كانت بتعيش فترة من حياتها على غير طبيعتها تماما، ده غير نشاطها اللي قل وخروجاتها اللي اقتصرت على إيمان صاحبتها اللي أحيانا كمان كانت بتروح لها البيت تقضي معاها معظم الوقت. إيمان هي أكتر واحدة قريبة من بطوط نصر في الفترة دي، والوحيدة يعتبر اللي واقفة جنبها ومسانداها من أول المشكلة لما قررت إنها ما تروحش فرح نادية علشان خاطرها لحد هذه اللحظة. نرجع تاني لبطوط نصر اللي من كام ساعة كانت نشرت ستوري وكتبت فيه إنها حابة تفصل يومين كده لوحدها تقعد فيهم مع نفسها وتنسى اللي فات وتخطط للي جاي. وكتبت كمان إنها أول مرة تقريبا تسافر لوحدها، وطلبت محدش يكلمها في أي شغل في اليومين دول. فسواء ده بيعتبر اعتزال بطوط نصر أو يومين هدوء بعيدا عن أي دوشة زي ما بتقول، فاحنا بندعيلها نفسيتها تتحسن وترجع بسرعة بطوط بتاعت زمان، وبنتمنى لها ان السنة الجديدة تكون احسن كتير من السنة دي. وفي العين السخنة وتحديدا في فندق موفي بانك واللي مفيش وشوية، ولقينا فيديو تاني من بطوط نصر بتتفاجئ فيه ان حد من الهاوس كيبنج بيخبط عليها ومعاهم حد تعرفه علشان تطلع ايمان صاحبتها اللي قررت وبدون سابق انذار انها تقتحم عزلتها. واللي طبعا ومن الواضح جدا ان بطوط منزعجتش ابدا من الاقتحام ده، بل بالعكس تمام. إيمان كمان واضح جدا انها مخليه بالها من بطوط اللي بتحاول دايما تشاركها اوقاتها وبتطلب منها دايما تاكل كويس، وكمان خلتها تنزل تفطر تحت تهديد الكاميرا، وقالت لها لو ما خلصتيش طبقك هاخد منك 500 جنيه زي ما بيعملوا بره، بياخدوا غرامه على اللي ما يخلصش طبقه. وطلعت في ستوري تانية هي وإيمان واتكلمت عن ان في ناس كتير بتدخل تسألها انها ازاي اقنعت جوزها تسافر لوحدها وهم جوازاتهم ما بيرضوش، وسألت إيمان يا ترى يا إيمان ايه السبب، واتناقشوا في الموضوع. وبعدها نزلت ريل وسألت فيه الناس بيعملوا ايه يا ترى لما يبقوا حابين يفصلوا ويكونوا لوحدهم، وازاي بيقدروا يقنعوا جوازاتهم انهم يسافروا لوحدهم، وليه اصلا ما يوافقوش. انتم بقى ايه رأيكم في موضوع ان الزوجة تسافر من غير زوجها ده؟ ولو جات لكم الفرصة انكم تسافروا لوحدكم هتسافروا فين؟ انا ريم الفقي ودي تفاصيل كاملة.